السلام عليكم. في حدائق القبة في مصر في 2017 سيد صاحب الكافيه اللي موجود في حدائق القبة شاف أصعب موقف ممكن يشوفه ويمر بيه في حياته، وهو إن صاحبه محمد عمال ينادي عليه ويقول له الحقني يا سيد بسرعة أنا بموت. فالسيد يجري بسرعة على صاحبه محمد ويشوفه واقع مرمي في الأرض وعلى وشه مادة كده. عن كلام سيد يعني إن المادة دي حاسس إن هي بتاكل وش محمد، مش وبس، وكمان في برطمان واقع جنب محمد على الأرض، والبرطمان ده واقع منه مادة على الأرض. سيد كان بيقول إنه حاسس إن المادة اللي على الأرض دي بتاكل في الأرض نفسها. فبسرعة ركب محمد صاحبه عربيته وطلع بيه على أقرب مستشفى، بس المستشفى مرضتش تستقبل حالة محمد لأن المستشفى ما كانتش متخصصة في الحروق، وكان باين على محمد إن حروقه عميقة، فالمستشفى مرضتش تستقبل الحالة دي. وبسرعة سيد خد صاحبه وراح بيه على مستشفى تانية أبعد شوية، وأول ما وصلوا المستشفى خدوه وعملوا له اللازم. بس بعد ساعتين بس من وجود محمد في المستشفى فارق الحياة، لأن المادة اللي كانت مدلوقة على محمد، المادة دي كانت واقعة على وشه وعلى رقبته وعلى إيديه وعلى صدره كمان. وكمان كان طلع سبب الوفاة إن المادة دي دخلت بق محمد من فمه لأحشائه، وده كان سبب الوفاة الأساسي. فأول ما عرف السيد إن محمد صاحبه مات راح بسرعة كلم والد محمد وحكى له على كل اللي حصل معاه، وقال له إن هو موجود في المستشفى الفلانية وإنه يجيله. فطبعا والد محمد أول ما جه المستشفى لقى ابنه محروق وموجود على سرير وميت في المستشفى. فطبعا الراجل ما استحملش يشوف ابنه كده فأغمى عليه، وأول ما فاق بلغ الشرطة، وكمان إدارة المستشفى بلغت الشرطة. فجت الشرطة طبعا وشافت الجثة وحولتها للطب الشرعي، لأن أكيد اللي حصل لمحمد ده بفعل فاعل. وبالرغم من إن الشارع اللي حصل فيه الحادثة لمحمد كان موجود كله فيه كاميرات كتير، والكاميرات صورت اللي حصل لمحمد بالظبط، وكمان صورت المجرمين اللي عملوا كده في محمد، بس مش دول المجرمين الحقيقيين اللي عملوا كده في محمد فعلا. المجرم الحقيقي اللي عمل كده في محمد الكاميرا ما صورتوش. عشان تسمعوا معايا دلوقتي عن تفاصيل أخطر جريمة وأخطر قضية مستحيل أصلا تتوقع ولا تيجي على بال بشر إن في حد يعمل في حد كده. وطبعا الشرطة راحت مسرح الجريمة، الشارع اللي حصل فيه كده لمحمد، علشان يسألوا الناس كلها اللي كانت موجودة في الشارع، وكمان يسألوا الموظفين في شركة محمد، لأن محمد ده كان اسمه محمد يوسف وعنده 30 سنة وعنده شركة استيراد وتصدير للعطور، وكان لشركة محمد 6 فروع في القاهرة. والناس في الشارع والموظفين عند محمد كلهم شهدوا وقالوا انهم ما شافوا الواقعة وشافوا اللي حصل، ان محمد كان نازل من شركته بيتكلم في التليفون وماشي في الشارع رايح ناحية عربيته ومشغول بالكلام في التليفون بتاعه، طلع عليه 2 كانوا راكبين دراجة نارية ونزلوا وراه ورموا على وشه مادة، محدش عارف المادة اللي اترمت على وشه دي ايه، بس طبعا اتعرف بعد كده ان دي كانت مية نار ومركزة جدا. وبسرعة ركبوا على الموتوسيكل بتاعهم تاني ومشيوا من غير ما حد يعرف يمسكهم. وطبعا الشارع في الوقت ده كان هادي لأن كان في ماتش شغال في القهاوي، ماتش للأهلي، والناس كلها كانت في القهاوي بتسمع ماتش الأهلي. بس حتى الناس اللي كانوا موجودين في القهوة في الشارع اللي حصل فيه الحادثة لمحمد شهدوا وقالوا إن هم سمعوا صراخ محمد، مع إن صوت الماتش كان عالي جدا، بس صراخ محمد غطت على صوت الماتش من قوة طبعا الألم وإنه بيستغيث بحد يلحقه، والناس كلها راحت له بسرعة علشان تلحقه، بس السيد صاحبه هو اللي خده في عربيته ووداه المستشفى. وكلام الناس في الشارع والكلام على الناس اللي على القهوة كمان وحتى الموظفين في شركة محمد، الكلام ده كله متطابق مع فرز الشرطة لكاميرات المراقبة اللي كانت موجودة في الشارع. وكمان كاميرات المراقبة جابت الأشخاص اللي كانوا موجودين في الشارع يعني واللي عملوا كده في محمد، بس الشرطة مش عارفة توصل للأشخاص دي ومش عارفين هم مين، عشان الشرطة تبدأ تحريات عن محمد اللي توفى يعني، ويعرفوا إن محمد كان متجوز من واحدة اسمها هبة ومخلف منها بنت وولد.
وإن هبة دي كانت موظفة عنده في أحد فروعه يعني، فأعجب بيها وبعد كده اتجوزوا. وإن هبة كانت بتحب محمد جدًا، جدًا، وكانت بتغير عليه أوي. فأول فترة جواز في الأول عدّت عادي، بس بعد كده بدأ يحصل مشاكل كتيرة بين محمد وبين هبة، وبعد كمان ما خلّفت أول بنت ليها واسمها سلمى، والمشاكل دي كانت كلّها بسبب غيرة هبة على محمد. كانت دايمًا بتغير عليه ودايمًا تعمل مشاكل معاه بسبب الغيرة، لدرجة إن محمد قرر الانفصال عن هبة. وقال لها إحنا لازم ننفصل عن بعض وما ينفعش نكمل مع بعض يعني. والكلام ده طبعا بعد مرور كام سنة جواز. وهبة طبعا كانت رافضة موضوع الطلاق إن هي تنفصل عن محمد، لأنها فعلا بتحبه جدا ومش عايزة تسيبه وعايزة تعيش معاه. بس محمد صمم على الطلاق، وهبة كانت شايفة يعني إن محمد عنده حق، إلا إنه أكيد زهق من كتر غيرتها عليه والمشاكل اللي بتحصل ما بينهم دايما بسبب غيرة هبة على محمد. فهي يعني كانت لامسة العذر لجوزها محمد لطلاقه ليها، وبالفعل تم الانفصال بين هبة وبين محمد. بس بعد مرور سنة واحدة من الانفصال ده، هبة اتفاجئت إن محمد بيكلمها وبيقول لها إنه خلاص عرف قيمتها يعني وعايز يرجع لها، وإنه كمان عايز يعيش معاها هي وبنته سلمى. وكان سبب أساسي لرجوع محمد لهبة هي بنته سلمى، لأنه كان متعلق بيها جدا وما كانش قادر يبعد عنها أكتر من كده، وكان عايز يعيش مع بنته. فهبة طبعا لأنها بتحب محمد جدا وافقت على طول وفرحت جدا لقرار محمد إنه عايز يرجعها. وبالفعل رجعوا لبعض. وهبة طبعا كانت عارفة من البداية إن محمد نفسه يخلف ولد ويبقى عنده ولد، فقعدت تعمل عمليات كتير علشان تخلف ولد يعني. وبالفعل حملت في ولد. بس بسبب العمليات الكتير اللي عملتها علشان تحمل في ولد حصل لها مضاعفات، وبسبب المضاعفات دي فضلت 4 شهور وهي حامل، فضلت موجودة في المستشفى متعلق لها محاليل بسبب المضاعفات اللي حصلت لها. وبعد حتى ما خرجت بعد ال4 شهور وبعد ما خرجت من المستشفى كانت محتاجة راحة تامة جدا، فراحت تقعد عند بيت أهلها على ما تولد يعني، علشان تنال الراحة التامة دي علشان تخلف لمحمد الولد اللي نفسه فيه. وبالفعل راحت عند بيت أهلها لحد ما خلفت، وخلفت ولد، ومحمد كان فرحان جدا بالولد ده وسماه يوسف. وبعد كده خد محمد مراته هبة وخد عياله الاتنين سلمى ويوسف ورجعوا على شقتهم. بس بعد مرور شهرين بس من رجوع هبة لشقتها مع جوزها محمد، هبة بدأت يحصل بينها وبين محمد مشاكل تاني، والمرة دي بقى مش بسبب غيرة بس، بسبب شك قوي عند هبة، وهي شكها في محمد جوزها، لأن دايما كان بيجيله اتصالات من واحدة اسمها آية. وآية ومحمد كانوا بيقعدوا يكلموا بعض لفترة طويلة جدا في التليفون. وطبعا هبة ما كانتش تعرف محمد بيقول لها ايه، لحد بقى ما هبة جابت آخرها يعني وقالت لمحمد إن هي عارفة إن هو بيكلم واحدة اسمها آية. فقال لها بصي انت زي كل مرة هتعملوا مشكلة وتخلقي مشكلة في البيت ومفيش سبب أصلا للمشكلة بتاعتك، لأن آية دي مرتبطة بواحد صاحبي وحصل ما بينهم مشاكل، فأنا بحاول أصلح بين آية وبين صاحبي، فمفيش أي داعي للقلق وإنك أصلا تغيري من آية خالص لأنها مرتبطة بصاحبي. فطبعا قعد يقنع هبة كتير يعني بالموضوع ده. بس هبة بالرغم من كلام محمد لأنه يعني مقنع إلى حد ما، بس هبة قلبها ما كانش مطمن وما كانتش مرتاحة برضه للعلاقة ما بين محمد وآية، لحد بقى ما بدأت آية تكلم محمد باستمرار في التليفون، لدرجة إن آية كانت لما محمد ما بيردش عليها تروح تكلم هبة مراته وتقول لها هو محمد فين؟ ما بيردش عليا ليه؟ أنا عايزة أكلمه في حاجة مهمة. وتخلي هبة هي اللي تخلي محمد يكلم آية. فطبعا الوضع ده ما كانش عاجب هبة نهائي، وبدأت تقول له يا محمد احنا مش ناقصنا حاجة الحمد لله، انا جبت لك الولد اللي كان نفسك فيه ومعانا بنتنا سلمى وانت بتحبها، فما تعملش مشكلة في البيت يعني، وعايزاك تقطع علاقتك بآية دي نهائي لان انا مش مرتاحة للعلاقة اللي ما بينكم. فطبعا بعد ما قالت الكلام ده لمحمد ومحمد ما ردش عليها، حست ان محمد يعني بدأ يقتنع بكلامها وانه هيقطع علاقته بآية دي نهائي، او على الاقل يعني كان من وجهة نظرها ان دي علاقة عابرة يعني بين آية وبين محمد وهتنتهي. بس تتفاجئ بعد مرور شهر
إن محمد جوزها جاي يقول لها يا هبة أنا قررت الانفصال عنك وإن إحنا لازم هنتطلق عشان أنا قررت إن أنا أتجوز آية. ويكون رد بقى فعل هبة غريب جدا. رد فعل هبة إن هي كانت هادية جدا وساكتة وما انفعلتش على محمد ولا قالت له أي حاجة، أكتر ما قالت له طب سيبني على ذمتك وما تطلقنيش يعني يا محمد، وما تجيليش ومش عايزاك تجيلي ولا تيجي تبص عليا ولا يبقى ليك علاقة بيا خالص، بس سيبني على ذمتك يمكن في يوم تحس إن أنت عايز ترجع لي فنبقى لسه مع بعض ما تطلقناش يعني. بس محمد رفض نهائي فكرة هبة وقال لها لأ إحنا لازم ننفصل وأنا لازم أطلقك. فهي كانت مستغربة من رد فعل محمد عليها إن هي موافقة إن هو يتجوز عليها، وكمان موافقة إنه يبقى علاقتها بمحمد مقطوعة نهائي وإنه ما يجيلهاش ولا يبص عليها ولا على عيالها، بس يسيبها بس على ذمته. بس برضه محمد رفض واتفاجئت هبة إن محمد كمان طلقها غيابي. فطبعا هبة كانت مستغربة جدا من رد فعل محمد وإن هي جابت له الواد اللي هو نفسه فيه، وبالرغم من كده برضه طلقها وراح يتجوز واحدة تانية اسمها آية. وآية دي عرفها في الفترة اللي هبة كانت تعبانة وحامل فيها وقاعدة فيها عند والدتها علشان تحقق لمحمد رغبته وتجيب له الولد اللي هو نفسه فيه. بس بالرغم من كده محمد في الفترة اللي هي كانت قاعدة فيها عند والدتها وحامل وتعبانة في الولد اللي محمد نفسه فيه راح اتعرف على واحدة تانية اللي هي آية دي، وكمان حبها وقرر إنه يطلق هبة أم عياله علشان خاطر آية. وطبعا بعد ما طلق هبة مراته غيابي راح اتجوز من آية، ونشر كمان الصور بتاعة كتب الكتاب بتاعته هو وآية وصور الفرح بتاعته هو وآية على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعته. والصور دي طبعا شافتها هبة وكان قلبها بيتقطع جدا لما شافت طبعا جوزها اللي بتحبه أبو عيالها موجود مع واحدة تانية وفرحان في الصور وبيضحك وبيتصور وعامل فرح. فده كله كانت حاجة قهراها جدا من جواها ومزعلاها، بس ما كانش بإيدها حاجة هتعمل ايه. وهبة بعد كده رفعت قضية نفقة ليها ولولادها على محمد، ومحمد قال لها ملوش لازمة المحاكم يعني انك ترفعي قواضي، شوفي انت عايزة فلوس ايه ومحتاجة فلوس ايه وانا هديك الفلوس اللي انت محتاجاها ليكي انت وولادك وبزيادة مفيش مشكلة عندي. بس هبة رفضت ورفضت تاخد منه فلوس وقالت له انا مش هاخد منك اي فلوس، انا هاخد الفلوس اللي المحكمة تحكم بيها بس، حتى لو 100 جنيه بس فانا هعيش بيها انا وولادي، بس فلوس زيادة منك أنا مش واخدة وهاخد اللي المحكمة هتحكم بيه وبس. وطبعا مر على الفترة اللي اتجوز فيها محمد من آية سنة كاملة، وفي الفترة دي طبعا كانت قطعت العلاقة ما بين محمد وما بين هبة نهائي، مفيش أي علاقة تواصل ما بينهم. علشان تتفاجئ هبة إن أخت محمد بتكلمها في التليفون وبتقول لها والنبي يا هبة عشان خاطري ردي على محمد في التليفون وشوفيه عايز يقولك إيه لأنه عايز يقولك كلام مهم جدا. فهبة طبعا وافقت وردت على محمد لما رن عليها وبدأ يكلمها ويقول لها بقى اللي هي نفسها تسمعه منه من بدري. بدأ يقول لها إن هو ندمان على اللي حصل وإن هو عايز يرجع لها وعايز يرجع لعياله وعايز يعيش معاها تاني هو وعياله، وإن هو ندمان على اللي عمله ومستحيل يكرر اللي عمله ده تاني. وطبعا هبة علشان بتحب محمد وعايزاه أصلا من البداية وما كانتش عايزة تتطلق منه فوافقت إن هي ترجع لمحمد وقالت له ماشي. وطبعا بتحقيق الشرطة مع سيد صاحب محمد وبيسألوه ضابط الشرطة بيسأل سيد وبيقول له هو محمد كان رايح يركب عربيته ورايح لمراته مين فيهم الأولى ولا التانية، علشان يرد السيد على ضابط الشرطة ويقول له لأ هو كان رايح لآية مراته التانية بس هي كانت خلاص طلقته لأنه كان طلقها وهو كان رايح لها عشان كان في مشاكل بينهم وهو رايح يقابل آية علشان يصفي المشاكل اللي ما بينهم دي لأنه هو خلاص طلقها وكان لها مستحقات عند محمد. فمحمد كان رايح لآية يتكلم ويتفاوض معاها في المستحقات اللي ليها دي علشان تبدأ الشرطة تجيب آية مراته التانية أو طليقته بقى وتبدأ تحقق معاها وتستجوبها ويبدأوا أصلا الشرطة تشك فيها لأنها كان لها مستحقات عنده وهو ما ادهالهاش.
فيبدأوا بقى يحقق ضابط الشرطة معاها ويضغط معاها عليها في التحقيق، فتقول له لأ مش أنا اللي عملت كده في محمد ولا ليا أي علاقة ولا أعرف أي علاقة عن الموضوع ده غير لما حصل له كده. وتكمل كلامها آية وتقول إن هي كان ليها مستحقات عند محمد ب350,000 جنيه، وإن هو مرضاش يديلها أي حاجة من مستحقاتها دي نهائي، ولا رضا يديلها المؤخر بتاعها كمان، وإن هو كمان طلقها غيابي، وإنه بعد ما طلقها راح رجع لمراته هبة علشان ضابط الشرطة اللي بيحقق مع آية يحس منها بالقلق والتوتر، فيشك فيها أكتر ويحس إن هي قلقانة وهي بتتكلم يعني وكلامها مش مرتب كده، فيبدأ يشك فيها أكتر. فتليفون آية وهي قاعدة مع ضابط الشرطة وبيحقق معاها تليفونها يرن، فضابط الشرطة يقول لها رد على تليفونك الأول، فهي تقول له لا مش مهم، دي مكالمة مش مهمة. فضابط الشرطة يصر عليها إن هي لازم ترد على التليفون وترد على اللي بيكلمها وكمان تفتح الميكروفون علشان يسمع المكالمة. وبالفعل ترد آية وتفتح السبيكر وهي بترد علشان اللي بيكلم آية في التليفون يقول لها أنا عملتلك اللي انت عايزاه ونفذتلك كل الكلام اللي انت عايزاه، فجي دورك بقى ان انت تنفذي اللي وعدتني بيه. بس هو ما قالش اكتر من كده، وبعد كده آية فصلت الخط علشان ضابط الشرطة ياخد الرقم ده من آية ويبدأوا يعرفوا بقى إن الشخص ده اسمه فاروق، ويدخلوا يلاقوا ليه صفحة على الفيسبوك واسمه فاروق ومكتوب فيه كمان الصفحة بتاعته على الفيسبوك مكتوب فيها عنوانه، ويوصلوا لعنوان فاروق ويجيبوه. وأول ما الشرطة تقبض على فاروق ويبدأ ضابط الشرطة يحقق معاه يعترف بكل حاجة بقى ويقول إيه؟ فاروق يقول إن هو أعجب بآية وكان عايز يتجوزها، وراح يقول لها إن هو معجب بيها وإنه عايز يتجوزها. فتبدأ آية بقى تحكي له عن قصتها إن هي كانت متجوزة من شخص اسمه محمد وطلقها غيابي وأخد كل حقوقها ومرضاش يديلها أي حاجة. فطبعا آية تصعب على فاروق، وبعد فترة كده من معرفة آية وفاروق ببعض وكلامهم مع بعض، آية تقول لفاروق إن هي موافقة إن هي تتجوزه بس بشرط إن هو لازم ينتقم لها من جوزها الأولاني اللي اسمه محمد، وإن هو لازم يجيب مية نار ويرميها على وش محمد علشان تنتقم بكده لحقها، يعني إن هو محمد ده خد كل حقوقها وكمان طلقها غيابي. وما استكفاش بكده وكمان رجع لمراته هبة الأولى ورجع لمراته وعياله يعني، فهي كانت عايزة تنتقم بأي طريقة. ويكمل كمان فاروق ويقول إن هو ده شرطها للجواز منه، وكمان هتدي لفاروق 10,000 جنيه لو عمل كده في محمد طليقها. وبرضه آية تعترف بالكلام ده وتقول أيوة ده حصل فعلا. وكمان يكمل فاروق ويقول إن هو جاب برطمان فيه مية نار وقال لآية إن ده بقى مية النار اللي هيرميها على وش طليقها محمد، علشان آية تقول له لأ أنا مش عايزة مية نار عادية، أنا عايزة مية نار تبقى مركزة جدا علشان تأذيه قوي، فسيب موضوع مية النار دي عليا، مية النار اللي انت جايبها دي ما تنفعش. وإن آية هي اللي جهزت البرطمان اللي كان موجود فيه مية النار اللي اترمى على وش محمد طليقها، وهي اللي شارياها بنفسها واشترتها وادتها لفاروق وقالت له خد مية النار دي ادلقها على وش محمد بقى عشان انت لو عملت كده هديك ال10,000 وهتجوزك. ففاروق وافق على كلامها، وبدأت آية بقى تدي لفاروق كل المعلومات عن محمد، امتى بيخرج من شغله وشغال فين أصلا وفي شارع ايه، وخد كل المعلومات الكاملة من آية علشان ينفذ لها اللي هي عايزاه في طليقها محمد. وكمان فاروق ما عملش كده لوحده، خد واحد صاحبه اسمه محمد بخة علشان ينفذ الخطة دي معاه، وخد الموتوسيكل بتاعه وركب هو ومحمد بخة صاحبه ده ورموا مية النار على وش محمد وهو نازل مشغول بيتكلم في التليفون بتاعه، وراح يركب عربيته ورموا مية النار على وشه، وبسرعة ركبوا الموتوسيكل تاني واتحركوا من المكان كله. فبكده الناس معرفتش تلحقهم ولا تمسكهم لأنهم ركبوا الموتوسيكل وجريوا بسرعة علشان تبدأ الشرطة تحري عن آية دي اللي هي طليقة محمد أو اللي اتجوزها التانية يعني، ويعرفوا إن آية دي كانت شيطانة لأنها كانت بتوقع محمد في مشاكل كتير خلال السنة الجواز اللي كانت ما بينهم دي. كانت كل ما تحس إن في واحد صاحب محمد وقريب منه
تعمل أي حاجة عشان تفرق بين محمد وصاحبه ده، لدرجة إن هي في مرة ولعت في عربية واحد صاحب محمد وعملت شوية حاجات كده علشان صاحبه ده يشك في محمد إن هو اللي ولع في عربيته. وكمان الشرطة تعرف إن آية قبل ما تتجوز محمد كانت المتهمة في قضية سرقة محل. والكلام اللي أنا بقوله ده كله اعترفت بيه برضه آية وما أنكرتش أي حاجة، وقالت أنا عملت كده عشان كان لازم أنتقم منه على اللي عمله فيا وإنه طلقني غيابي، وراح رجع لمراته الأولى هبة. وطبعا لما بدأت الشرطة تحقق مع هبة كمان، هبة قالت إن هي أول ما محمد طلب منها إنه يرجع لها رجعت له على طول وكتبوا كتابهم قبل وفاته. وكان في لقاء تلفزيوني اتعمل وقتها مع هبة اللي هي الزوجة الأولى. وكمان كان في الوقت ده هي شايلة ابنها الصغير على ايديها عشان المذيعة تبدأ تقول لهبة في اللقاء التلفزيوني انت سامحت محمد ورجعت له تاني ببساطة كده. قالت لهم انا اصلا عمري ما زعلت من محمد، حتى لما اتجوز عليا وطلقني للمرة التانية انا برضو ما كنتش زعلانة من جوايا منه، انا كنت حزينة ان هو اتجوز بس واحدة تانية وعايش مع واحدة تانية دلوقتي، بس هو ده اللي كان مزعلني، بس زعل من محمد نفسه انا عمري ما زعلت منه. ودايما كنت بجيب الصور بتاعته واقعد اقول يا رب يرجع لي تاني، ويا رب ما ينتهيش من حياتي ويفضل محمد موجود في حياتي لحد ما فعلا ربنا حقق لي الدعوات بتاعتي ورجع لي محمد تاني. وتكمل هبة كلامها وتقول إن آية هي ومامتها أول ما عرفوا إن محمد رجع لي جن جنونهم على الآخر، وبدأت آية هي ومامتها يكلموا محمد ويهددوه ويقولوا له إحنا مش هنسيبك ومش هنسيبك قاعد كده متهني أنت ومراتك وعيالك، وهنبهدلك وإحنا عارفين هنعمل فيك إيه كويس. وكمان هبة تكمل وتقول إن مامة آية كانت بتكلمها برضو على تليفونها ودايما بتهددها وتقول لها إن هي لو رجعت لمحمد هي مش هتهنيها عليه. وكمان هبة قالت إن كان في وصولات أمانة مضيها محمد لآية. وكمان هبة تبدأ تكمل كلامها في اللقاء التلفزيوني ده وتقول يا ريتك يا آية رفعت عليه وصولات الأمانة اللي كانت معاكي بدل ما كنت تموتيه. وطبعا بقى عايزه اقول لكم على الحكم اللي صدر ضد آية وضد الاتنين اللي كانوا معاها سواء فاروق او محمد بخة ده. وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه قبل ما اقول لكم على الحكم. محمد بخة ده زي ما انتم كده شايفين في الصوره جه عليه بعض ميه النار اللي رشوها على محمد، جه على وشه وعلى رقبته وعلى ايديه الاتنين، وزي ما انتم شايفين في الصوره كده مجرد ما هو جه عليه حاجات بسيطه من ميه النار المركزه اللي طبعا رموها على وش محمد وبهدلته على الاخر. شوفوا حصل له ايه في الصوره، شكله محروق جامد، واصلا الشرطه جايبه محمد بخة ده من المستشفى. وتم الحكم في الآخر على آية وفاروق ومحمد بخة بحكم بسيط جدا، لأن بالرغم من إن آية اعترفت وقالت إن هي عملت كده فعلا، بس كان تبريرها يعني قدام ضابط الشرطة إن هي عملت كده مش بهدف إن هي تموتها، هي عملت كده عشان ما يتهناش يعني هو ومراته بحياة وهم سعيدين ومبسوطين، فكانت عايزة تشوهه وخلاص. ده كان هدفها وده اللي قالته لضابط الشرطة. وبالرغم من كاميرات المراقبة مصورة محمد بخة وفاروق وهم بيرموا مية النار المركزة دي على وش محمد، وهي كانت سبب الوفاة لمحمد، رشوا مية النار عليه لأنها كانت دخلت بقه وبعد كده دخلت لأحشائه. خد آية ومحمد وفاروق 10 سنين سجن بس، مع ان انا رايي الشخصي يعني ان هم كانوا يستاهلوا اعدام لان هم السبب في موت محمد وهم اللي خططوا للجريمه دي ومخططين ومظبطين الدنيا كلها. بس يعني القاضي قال ان ما كانش هدفها ان هي تموته، كان الهدف ان هي بس تاذيه بس، مش الهدف الاساسي او النيه الاساسيه القتل. فده سبب ان هي خدت 10 سنين سجن بس هي وفاروق ومحمد بخ. وبكده طبعا تكون انتهت قضية النهاردة. وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة كلام موزون.